واحد من اهم الموتوسيكلات في العالم هو الموتوسيكل اللي ورايا ده، البي ام دبليو الجي اس 1300 الجديد. موتوسيكل عامل زي الجي كلاس في عالم العربيات، واحد من ايقونات العربيات الفخمه الاوف رود اللي تقدر تعمل اي حاجه نفسك فيها. ولكن الاصدار الجديد ال 2024 عملوا فيه تغييرات كبيره وخياليه جدا. فالفيديو ده هيوريك اهم التغييرات اللي موجوده في الجي اس لحد ما يمكن يوم من الايام نطلع نجربه. طيب البي ام دبليو ده اول مره ينزل في مصر 2024. ده النسخه التروفي. الموتوسيكل ده هو موتوسيكل مخصص للاوف رود، وده واحد من اقوى الموتوسيكلات في العالم مخصصه للاوف رود. ومش هقدر اقول لك بريف عنه او تعريف سريع عنه، لان اذا ما تعرفوش فمحتاج كتير قوي عشان اتكلم لك عنه. بس النهارده هقول لك اهم المزايا اللي تخلي الموتوسيكل ده واحد من احدث واكثر الموتوسيكلات في العالم تطورا. طبعا انا مش عارف ابتدي لك منين في الموتوسيكل ده، من التكنولوجي بتاعته ولا التحسينات اللي حطوها على الشاسيه والموتور ولا من ايه. بس خليني اقول لك التحسينات بسرعه اللي على الموتور والشاسيه عشان مش هناخد فيها وقت. انما لو انت عايز تستمتع بالتكنولوجيا اللي حطوها جديده في الموتوسيكلات دي، خليك متابع معانا لاخر الفيديو. الموتوسيكل ده واحد من الموتوسيكلات اللي عملوا عليه تطوير جذري خيالي، لدرجه ان هو يعني قال لك كانه سبق جيلين من الموتوسيكلات دي. عملوا ايه بقى؟ عملوا زودوا ان الموتور بتاعه ده موتور بوكسر انجن تبريد ميه، طبعا انجكشن باثنين رادياتير موجود هنا. الموتور ده كان بيطلع في رينج ال 110 حصان، خلوه 145 حصان، فزياده حوالي 25% في القوه الحصانيه بتاعته. بلس ان هم غيروا شكله وعملوا له ريبيلد علشان يبقى سيمتري، يعني يبقى شبه بعضه بالنص، لو وقفت في النص يبقى شبه بعض. وميزه الموتور ده طبعا ان هو بوكسر انجن، السلندرات بتتحرك كده مش لفوق وتحت، وده اللي بيخليها بتقدر تعافر مع الجاذبيه اكتر، تدي لك توازن احسن وبتدي لك اداء قوي جدا. فبقى 145 حصان، تخيل الفرق عامل ازاي. حط على ده بقى حسنوا الشاسيه بتاعه، الشاسيه بقى ستيل ولكن حط له هنا جزء الومنيوم، وده اللي خفف الوزن بشكل رهيب. متخيل ان هو بقى خفيف ازاي؟ موتوسيكل ادفنتشر ده كان دايما من عيوبه ان هو لما بيقع على جنبه محدش بيقدر يعدله. الجديد بقى والحلو ان هم حطوا عليه، ونبتدي ندخل بقى في التكنيكال شويه والحاجات اللي فيها تك شويه، عدلوا عليه السسبنشن الامامي والسسبنشن الموجود ورا. الاثنين بقوا كهرباء، ودول موجودين من الاصدار السابق كهرباء، ولكن الجديد هنا بقى ان هم بقوا متكيفين. يعني ايه متكيفين؟ يعني الموتوسيكل ده فيه اكتر من مود قياده، فالمودات دي بتقدر تتحكم في السسبنشن بتاعك. فطبعا هي بتبتدي تخليه ناعم لما يبقى فيه مطبات، او خشن لو هو على الطريق، لو انت في منحنيات بتقدر تدي افكت على كل ده. الجديد كمان ان الموتوسيكل ده وهو واقف دلوقتي بيبقى على اقل مستوى للمساعد عشان تقدر تركب عليه. اول ما يبتدي يمشي بيبتدي ان هو يرتفع لاقصى حاجه. فطبعا المساعد بقى بينزل الموتوسيكل ويطلعه عشان يدي لك راحه على الطريق بتحس بيها، وعشان تقدر تركبه بسهوله وتنزل بينه بسهوله وترتفع بسهوله. كل ده بنظام متطور طويل الشرح، لو هشرحه موجود على الشاشه الموجوده هنا دي. حاجه بقى جديده في الموتوسيكل ده كمان هي المستطيل اللي هنا ده، والمستطيل اللي حطوه قدام هنا ده. المستطيلين دول هم رادارات اماميه وخلفيه. مهمه الرادار ده حوالي 3-4 مهام. اولهم هو نظام التحذير من التصادم الامامي، اللي هو بيحاول ان انت لو كنت ماشي وفي هدف قدامك جه فجاه، او عربيه قدامك وانت مثبت السرعه هدت وانت ما هدتش، هو بيبتدي يفعل الفرامل ويهدي الموتوسيكل عشان يحميك من التصادم. والخلفي بيوضح لك حاجه مهمه قوي، وهو النقط العاميه. شايفين المرايات دي؟ مش مرايات عاديه، في هنا مثلث كده بينور اصفر لو كان في عربيه موجوده يمينك او شمالك في النقطه العاميه وانت مش شايفها. ما نعرفش النقط العاميه هي في نقط يمين وشمال، ما بتبقاش متشافه في المرايات العربيات والموتوسيكلات. فهنا طبعا في تحذير من ده عشان ما تكسرش على العربيه وبعد الشر تخبطك. فطبعا في مزايا كتير جدا، تحذير من التصادم، في مثبت سرعه تكيفي، يعني لو ثبته على 120 والعربيه اللي قدامك قللت السرعه على 100، هو لوحده بيقلل السرعه على 100. واول ما العربيه اللي قدامك تمشي يمين او شمال او حتى تزود هي السرعه، هو بيزود السرعه عشان يرجعها للليميت اللي انت كنت حطيت عليه الموتوسيكل قبل كده. ندخل بقى على النقطه كمان، هي النظام الجديد بالنسبه لمفاتيح الشنط. الموتوسيكل ده موتوسيكل سفر، فبيتحط عليه دايما 3 شنط. النقط الحلوه ان الشنط دي المره دي بقت كهرباء، بتتقفل وتتفتح عن طريق الكهرباء. النقطه انه بقى فيه هنا لو تلاحظ في
زي ما تقول سكوتات كده بتوصل الكهرباء، موجوده فوق، في موجوده على الجناب، وده اللي خليتك لما دلوقتي هتوصل شنطتين جنب او شنطه فوق هيتقفلوا باللوك بتاع المفتاح. طبعا هو بتيجي تعدل بقى على المفتاح ده ويتحط فيه زراير زياده بالنسبه للشنط، وده كمان بيخليه هو لو انت مش عايز تفتح وتقفل من السنتر لوك يقدر يفتح ويقفل منهم. تشتري الكلام ده كله من بي ام دبليو. وطبعا دي نظام شنط جديد واول مره يحصل في الموتوسيكل الجي اس، واول مره يحصل في الافكار بتاعه الموتوسيكلات الادفنشر. النقطه بقى الجديده واللي ناس كتير ما حبتهاش الاضاءه الاماميه. الاضاءه الاماميه اتغيرت علشان تكون مختلفه عن الجيل السابق. في ناس كتير جدا ما حبتش شكل الاضاءه دي، ولكن الاضاءه الاكس دي مهمتها وفكرتها الاساسيه ان هي تكون على المنحنيات بتدي لك اضاءه اقوى. وكل الناس اللي جربوا الموتوسيكل ده عرفوا ان الاضاءه البي ام دبليو الليد الجديده دي بتدي لك اضاءه احسن من الاصدار اللي فات بمراحل كتير جدا. على الاضاءات دي شالوا الاشارات اللي موجوده قدام هنا وبقت الاشارات موجوده في الهاند جريب هنا، بس اعتقد ان انت ممكن تعدلها وفي اصدارات بتنزل الاشارات موجوده تحت هنا، لان الهاند جريب دي معرض ان هو مع الوقوع طبعا يتخبط والاشارات دي تتكسر. الموتوسيكل كمان ضافوا عليه تعديلات في كتل اللي هنا. يعني زرار التشغيل زمان كان موجود هنا بصمه، دلوقتي زرار التشغيل حطوه بقى موجود هنا وبتشغل من هنا. في عندك نظام للاس او اس اللي هو نظام الاستغاثه، عشان طبعا الموتوسيكل ده بيلف حوالين القارات، فلو بعد الشر عايز اي حاجه تضغط هنا بيبتدي عن طريق انك موصل الموبايل بيه يتصل برقم انت مثلا ايه عايز تبعت له رساله استغاثه او حصل لك اي حاجه. الموتوسيكل كمان حسنوا في حاجه انه بقى هو في كويك شيفتر، يعني ممكن تنقل الغيارات من غير ما تحتاج انك تدوس الكلاتش، ودي حاجه حلوه ومريحه في السفر. طبعا الموتوسيكل ده نزل باصدارات كتير جدا، ادفنشر وعادي وتروفي بجنود سلك والومنيوم. الاصدار اللي معانا اللي هو التروفي دي بيجي بسكرينه الاماميه بتيجي كهرباء، في اصدارات بتيجي من غير السكرينه الكهرباء، وفي اصدارات بتيجي حسب الاصدار اللي انت عايزه، وده طبعا بيبقى حسب طبيعه استخدامك الموتوسيكل ده. لو انت اوف رود عنيف الناس ما بتحتاجش سكرينات الكهرباء، خصوصا الموتوره ساعات ايه بتبوظ. الاصدار ده جاي بجاكمان اكرابوفيك، وبصراحه يعني بيدي صوت رهيب مع الموتوسيكل. وطبعا عملوا نظام جديد جدا للكورونا بتاعت الموتوسيكل عشان تقدر تقعد معاك بشكل اطول، حسنوا مشاكل الجيل اللي فات. وكالعاده بي ام دبليو ما بتحطش غير اضاءه يمين وشمال هنا مكان الاشارات، ما بقاش في اضاءه ايه في النص زي الاصدار اللي فات. كل ده عامل زي البي ام دبليو اس 1000. الموتوسيكل هنا في جزء ده بيتفتح بصمه يعني من غير مفتاح، وعندك هنا مكان تخزين. عندك هنا طبعا ماوس بي ام دبليو الشهير والمثبت السرعه وزراير التحكم في الشاشه. عندك هنا المود، عندك هنا زرار التشغيل وانك تطفيه، لما تطفيه السكرينه بترجع لمكانها بسرعه. الموتوسيكل طبعا فيه سخانات للمقابض موجوده هنا، وفي سخانات للكراسي، والسخان الكرسي كمان اللي خلفي، فكل واحد ليه منفصل عن التاني. الشاشه دي بقى طوروا عليها حبه حاجات، منها ان ممكن توصل بيها مش موبايل واحد بس، ولكن انت ممكن توصل بيها الموبايل بتاعك، تقدر توصل بيها الخوذه بتاعتك، والمرافق الخلفي يقدر يوصل عليها الخوذه بتاعته، فيبقى في ثلاث حاجات متوصله، خوذتك على وحدها والموبايل لوحده. طبعا الموبايل يقدر يدعم ان انت توصل عليه حاجات كتير جدا، تقدر تشغل عليه الخرائط، تقدر توصل عليه الاتصالات، الميديا بتاعتك، كل الكلام ده. طبعا بعاده الموتوسيكلات دي بيبقى عليها كذا مود للقياده، منها التروفي والاندورو وحبه مودات كده حلوه عشان لو عايز تسوق ما بين جوه المدينه وعلى الطرق الوعره، وتقدر تكستمايز كل يعني مود من ده حسب المساعدين عايزهم يبقوا عاليين ولا واطيين واستجابتهم عامله ازاي. وفي حاجات تقدر تسيبها بقى ايه للكمبيوتر بتاع الموتوسيكل عشان يمتعك بيها. المكان اللي فوق ده هو مخصص لانك تدخل نافيجيشن او جارمن موجود هنا. طبعا كل اللي احنا قلناه ده جزء بسيط جدا من الاختلافات اللي عملوها على الار 1300 جي اس الجديد. الموتوسيكل ده موجود في موتوزون، واحد من اوائل الناس اللي جابته في مصر، يمكن هو اول واحد يجي في مصر. لو عايزين تعرفوا اي تفاصيل عليه رقمه موجود هنا، تقدروا تكلموه تسالوا على الاسعار والتفاصيل، وتقدروا تجيبوا اي فئه انتوا عايزينها هنا وتجيلكم خلال وقت قصير بافضل سعر.